السلام عليكم. الكثير يسألني ليش الأجهزة القديمة ما ينزل عليها الواتساب. طبعا الحل بسيط جدا، لأنه الشركة تتطلب تحديث معين في الجهاز علشان يتثبت عليه الواتساب. لأنه بعض الناس لما يذهب في جوجل بلاي لما يبحث عن الواتساب ما يحصل الواتساب. ليش؟ لأنه الإصدار اللي موجود في الجهاز أقل من المتطلبات التي يطلبها الواتساب. طبعا كما تشاهدون هنا عندنا في جوجل، إذا ذهبنا لشركة الواتساب وكتبنا هنا واتساب درونج فور اندرويد، تدخل على الموقع الرسمي هذا طبعا تبع واتساب الرسمي. هنا عندنا تنزيل واتساب لأجهزة اندرويد، ثبت الحزمة. هنا عندي الإصدار، نظام التشغيل المطلوب لإصدار 4.1 وأحدث. يعني إذا كان الإصدار 4.0 ولا أقل ما يتثبت فيه، لكن إذا كان الإصدار 4.1 ولا فوق يثبت عليه. هذا طبعا في أجهزة الأندرويد. أما في أجهزة الآيفون كما تشاهدون، إذا ذهبنا نبحث عن أجهزة الآيفون، كما تشاهدون هنا عندي في الآيفون طبعا إيش يطلب مننا من مواصفات؟ لازم يكون عندنا التحديث 12 وفوق. يعني في أجهزة التحديث اللي فيها 9 وأقل ما تحدثت، يعني لو وصلت ل12. هذه الأجهزة اللي قبل آيفون 6، هذه آيفون 5 آيفون 4 ما ينزل عليها، لكن آيفون 6 ومن فوق ينزل عليها طبيعي. طبعا الشركة كل ما تحدث التطبيق كل ما كبر حجمه، كل ما زادت إمكانياته. يعني الأجهزة القديمة ما تناسب معها، علشان كذا بيطلبوا تحديث أكثر. عشان كذا طبعا كيف نعرف الإصدار يكون مكتوب في الإعدادات. إذا ذهبنا في الإعدادات وذهبنا إلى حول الهاتف بنحصل الإصدار. طبعا هذا إصدار حديث، اللي عندي هنا إصدار نظام 12. يعني متحدث جدا. الأجهزة اللي تكون هناك أقل من الأربعة في الأندرويد، 4 وأقل ما ينزل عليه. لازم نتأكد من التحديث قبل ما ننزل عليه الواتساب ونتعب. الأجهزة القديمة لما ننزل عليها تعب كثير، أحيانا تتأخر في التنزيل، أحيانا تحتاج فتح حساب، أحيانا يعني شغلة كثيرة طويلة عريضة. لكن لاختصار الموضوع لازم نتأكد من التحديث قبل أن ننزل الواتساب.